المشرف الأمني للمنطقة كان يضغط على ماجد يشتري يطلق زوجته عشان يتزوجها، فهذا هو سبب إصرار وتمسك ماجد في زوجته. وكان يقول له يا ماجد طلقها وأنا بتزوجها، ويضغط على أبوها ويضغط على القاضي الشجاع ويضغط على الأمين، وكانوا هم عصابة على ماجد كلهم. تمام؟ فكان ماجد يقول لي أنا أموت ولا أطلق زوجتي وتتزوج بهذا الشخص. وكنا نجلس نتحدث أحيانا محادثات، وأحيانا اتصل له على جوج الميت، وأحيانا اتصل له مكالمات دولية لما يكون متعصب ولا ذا، وأحاول أن أنا أتصل عليه وأرسل له ما يردش، خاصة لما يقول لي بالنهار أنا اليوم بروح انذرها، كنت أتصل له مكالمات دولية وأقول له اهدأ اهدأ. وكان لما يكون معه الفلوس ويطلبوا منه مبلغ وينقص عليه أقول له تفضل وأنت بعدين بتسددني، مش مشكلة. السبب الأول والرئيس هو القاضي محمد الشجاع، محمد سعيد الشجاع، تمام، ونائبه والأمين الشرعي والمشرف الأمني الذي كان يضغط عليهم يريد الزواج بها. بسبب هؤلاء الفاسدين ذهبت أسرة كامل ضحية، جريمة بحق المجتمع، جريمة بحق المجتمع، ولا يجب السكوت عنها. يجب محاسبة القاضي محمد سعيد الشجاع ونائبه والأمين الشرعي والمشرف الأمني المنطقة. المحادثات أنا نزلتها، اقرأوها واحكموا. هذه قضية رأي عام. بسبب فساد هؤلاء تحولت القضية ثم تأججت وتحولت إلى هذه الكارثة من مستصغر، إن النار من مستصغر الشرر. الشرارة الصغيرة شوفوا إلى أين وصلت. تمام؟ حاجة تافهة، قضية تافهة، يعني بين زوج وزوجته، انظروا إلى أين وصلت. مقتل الزوج والزوجة ووالد الزوجة والطفل، وإصابة امرأة أخرى أختها، وشخص آخر كان متواجد. يعني 5 راحوا ضحية بسبب فساد القضاء، بسبب فساد المشرف الأمني والقاضي والأمين الشرعي. نحن تحكمنا مجموعة من العصابات، مجموعة من الرخاص، مجموعة من الزبالين، مجموعة من المافيا. نحن نعيش في غابة سنتين. اقرأوا المحادثات هذه في ذمتكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. والله كنت ودي أنثرها من العام الماضي، لكن خوفا على مشاعر ماجد وسمعة زوجته، لأن الرجل كان يحبها. قال لي يا أخي أنا أحبها، أحب زوجتي يا عبد الحميد، يا أخي أنا أحب زوجتي. فكنت أمسك نفسي وأقول له ادفع، سدد، اعمل. والله إن في محادثات بكرة بنزل لكم كل يوم بنزل لكم مجموعة محادثات لمدة 2 ومعي رصاص أيضا، واحد صديقنا موجود يعني عنده محادثات. القاضي نفسه محمد سعيد الشجاع راسلته على الواتس ما عبر رسائلي، قلت له اتق الله في نفسك. كنت تتصل على مكالمات دولية يرفض المكالمات، تمام، لأنه ما قد كلمه. المشرف الأمني كذلك كنت راسله على الواتس ما يرد على رسائلي، لأنهم كانوا عصابة يريدون إخراج زوجة الرجل منه وتزويجها على. قلت هنا الماجد يا أخي تزوج غيره. قال لي يا أخي ما شوفش أنا أجمل مني، ما فيش أجمل من أم كرم، ما فيش. فتحولت القضية إلى هذه الكارثة. في ذمتكم إلى يوم القيامة إنه تتضامنوا جميعا وتطالبوا بمحاسبة هؤلاء الفاسدين. تصبحوا على خير. أحداث تجري في اليمن، أحداث والله مخيفة. نخرج من قضية نشوف قضية جديد. طعم ليش هيك يا أصل العرب؟ والله قد الدنيا تخوف علينا وما درينا كيف نسوي. المهم والله ترى الدنيا ما تصير إلا بلاويها، وكل بلاد تحكم على أفعالها وظروفها. أرجو منكم أن تشاركوا هذا الفيديو يصل إلى جميع الناس، وشكرا لمن كل نشره في كل القنوات، وأشكر من كل تابع كل موضوع وأحداث في اليمن. الله يعينكم، ربي يوفقكم إن شاء الله.